هاورد شولتز. الناس فاكره ان هو مؤسس ستاربكس، لكن في الحقيقه هو انضم لاصحاب ستاربكس بعد 20 سنه من ستاربكس لما كانت فاتحه اول فرع ليها في سياتل. هاورد المميز فيه واللي قدر يعمله ان هو قدر ان هو يكبر ستاربكس ويعمل لها فروع على مستوى العالم. هو ده الجراس الحقيقي اللي هاورد عمله بشكل فعال. هاورد في الاصل كان موظف في شركه اجهزه منزليه، وفي اثناء الرحله ليه في ايطاليا شاف ان القهوه هناك مش بيشربوها علشان المفروض ان هم ده ميعاد قهوه او شرب قهوه. القهوه هناك اسلوب حياه، في قهوه وبعد كده بنشوف حياتنا، في النوع اللي انت بتشربه في القهوه الصبح وتبدا بيه وبعد كده تشوف يومك هيمشي ازاي. فهو لاحظ ده ولاحظ ازاي الكافيهات منتشره بشكل خرافي جدا في ايطاليا وان هي بدايه اليوم. فقرر ان هو يرجع امريكا وياخد ستاربكس لمجموعه من الكافيهات ويبدا ان هو ينشرها على مستوى امريكا كلها وعلى كل الولايات اللي هي حوالين سياتل. الفكره ان هو هنا قرر انه يخرج من دايره الوظيفه لان هو يبدا يعمل بزنس. لما بتيجي تعمل بزنس بيبقى عندك طريقين، يا اما تبقى بزنس مان يا اما تبقى انتربرينور، والطريقين مش لازم تاخد طريق فيهم بس وتركز عليه، ممكن تقسمها وتبقى بتشتغل على البزنس 80% و20% على الانتربرينور. يعني في البزنس الخاص بيك في شغلك وبدايتك محتاج ان انت تشوف منتجات او خدمات جاهزه وتبدا ان انت تبيعها وتشتغل عليها ب 80% من وقتك ومجهودك، و20% من وقتك ومجهودك بس حاول ان انت تركز على ان انت تطلع افكار جديده، تجرب افكار جديده، تشوف الدنيا وصلت لغايه فين وتحاول ان انت تسبق في الجزء ده، تشوف اختراعات وافكار جديده وتحاول ان انت تنفذها. فالموضوع مش محتاج ولا راس مال كبير ولا شراكه ولا مقر اداري تبدا منه. الموضوع محتاج تشوف منتج او خدمه عليها الطلب وتبدا ان انت تحاول ان انت تبيعها لكل الناس اللي انت تعرف. عشان كده انت مش محتاج ان انت تستنى اللحظه المثاليه، اللحظه اللي تقدر تسيب فيها الوظيفه. انت محتاج ان انت تركز ان انت تبدا تتحرك بشكل مختلف.